السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كيفكم شباب؟ إن شاء الله تكونوا بخير. اليوم إن شاء الله راح أعلمكم على طريقة لتجيب أرباح منيحة من إدفلاي. بعد ما شفت المستخدمين العرب كتير بيعانوا من موقع إدفلاي، هو موقع رائع جدا للربح من اختصار الروابط، بس المشكلة إنه العرب ما فهمانين طريقة كيف بيشتغل إدفلاي، يعني كيف طريقة الربح. يعني بتلاقي عم يشتغل ويشتغل ويشتغل وينشر روابط هون وهون وهون، وفي زيارات وبيجي 10,000 و13,000 15,000. مع هيك بتلاقي $4 $5 $6 ما وصل، ما بيوصل لل$100 أو $1000 أو هالأرقام الكبيرة أو المنيحة. مع إنه الطريقة ما يعني طريقة الربح من ادفلاي ما أنا كتير صعبة، بس مجرد إنك تحط رابط هون وتعمل شرينك يكون عندك حساب. يعني أنا راح أشرح طريقة عمل الحساب وراح أعطيكم رابط لفيديو عمل الحساب. بس تحط هون حساب الرابط تبعك وتعمل شرينك، راح تحصل على لينك مختصر بتنشره بالمنتديات، وراح كل ما بيجي واحد زائر للرابط تبعك راح يزيده رصيدك. بس المشكلة انه الزيارات من المواقع العربية ما بيعطوك مثل الزيارات من الأجانب. يعني لما بيزورك 1000 واحد أجنبي راح يعطوك عليه، مثلا لو كان هذا ال1000 واحد الأجنبي زارك من يونايتد ستيت أمريكا راح يعطوك $8. لو عم يزورك من كندا $4. لو عم يزورك من إسبانيا $6. فنلندا 5. هيك. يعني نحنا فهمنا هلا انه نحنا ما لازم، بينما لو العرب راح يعطيك $0.5. تخيل، بين $8 او $6 والنص دولار كل ألف شخص. الألف شخص يعني كل 1000 شخص راح يعطيك $8. يعني ال10,000 أو 10,000، بقصد 10,000 ضرب 8 راح يعطيك $80. بينما $80 لكل 10,000 زيارة. بينما لو زوار عرب كل 10,000 راح يعطيك $0.5. هيك بيطلع معك الحساب $5 على كل 10,000 زيارة. تخيل الفرق بين ال5 وبين $80. انت راح تستغربوا، او قبل كنت راح تستغربوا انه كيف 25,000 زيارة بس وجايب $100، اكيد هذا عم يكذب او في شيء تلاعب او فوتوشوب. بس الطريقة لا فيها لا فوتوشوب ولا شيء. طلعوا كيف. لو اجينا حسبنا ال25,000 ضرب، لنفرض ما بدي 8 خليها على 6، $150. لو عم يعطونا على كل 1000 زيارة $6 بس، ال25,000 زيارة راح تعطيك $150. وانا صار لي فترة كبيرة مشترك بالموقع، بس ما كنت اعرف كيف اربح منه. لو وقت اكتشفت هالطرق صرت اقدر اعرف. طيب هلا انت رح تسألني كيف بدي اوصل للمستخدمين او لزيارات اجنبية، ضغطات اجنبية على الروابط تبعوتي. الطريقة ما بتحتاج لصفحة ولا بتحتاج لشيء. الطريقة بس انه نحن ندور على صفحة اجنبية تكون كبيرة، مثل مثلا صفحة فيسبوك فيها 108 مليون 108 مليون مستخدم لفيسبوك موجودين على صفحة فيسبوك. تخيل الرقم بعقلك، 108 مليون. يعني انت لو نشرت رابط هون بالفيسبوك وفات عليه بس 1000 واحد، بس 1000 زائر اجنبي، راح تربح $5. يعني نشرنا رابط اليوم نشرنا رابط على فيسبوك، على هالصفحة الكبيرة اللي هي صفحة فيسبوك، نشرنا عليه رابط، فات على الرابط تبعنا. شو بننشر عليه رابط؟ بنعمل بالتعليقات او على الوول تبع الصفحة، الحائط تبع الصفحة. تخيل نشرنا رابط واحد وفات عليه 1000، يعني $5. $5 كسبت باليوم من رابط واحد، ضرب 30 $150. لو نشرت رابطين وفات على كل رابط 1000، رابطين كل رابط 1000 يعني $10 باليوم بالمتوسط، يعني بجوز أكتر. ضرب 30 راح يطلع معك $300، وراح تحقق أرباح كتير 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 كبيرة. على فكرة نحن ما بس راح نختصر الرابط وننشره، راح نضاعف الرابط 5 مرات. 5 مرات. كيف؟
اول شيء الصفحة بتتكلم عن الفيسبوك، لذلك راح اجيب شيء لرابط قريب من فيسبوك، قريب من معلومات هالصفحة. يعني لنفترض مثلا فيسبوك موبايل، فيسبوك موبايل او سكايب، او مثلا هون نيلسون مانديلا. راح اكتب مثلا داونلود فيسبوك موبايل فروم هير، وعندي رابط. هلا هذا الرابط بس ادخل عليه راح يفوتنا على صفحة ادفلاي. طيب بدي اختصر رابط الادفلاي بقلب رابط، شو بعمل؟ ما راح يقبل، راح يقول لي انفيلد. لذلك بجيب رابط الادفلاي، راح اختصر، راح فوت على موقع اسمه باست دوت از، راح اختصر رابط الادفلاي 5 مرات. يعني لما يفوت الزائر الاجنبي على الرابط، بدل ما يفوت على رابط واحد ونكسب منه مرة واحدة، راح نكسب منه 5 مرات. شوفوا كيف. هي الرابط تبع ادفلاي، ولازم الشيء اللي راح تحطه لازم يكون له علاقة بالصفحة. يعني صفحة فيسبوك مثلا راح نعمل فيسبوك شات مثلا، عشان اللي موجود بالصفحة يكون عنده رغبة ليدخل على الرابط تبعك. اختصرناه، هلا راح عم نختصره اول مرة. اختصرناه اول مرة وحطيناه، نعمل له كوبي، وهاي بس ناخده كوبي مرة تاني. هي اختصرناه اول مرة، هلا هيك تاني مرة، وهيك ثالث مرة. يعني المستخدم راح يفوت على الرابط، بدل ما يفوت على رابط واحد راح يفوت على 5 روابط. طيب ليش ما نعمل 6 روابط او 7 او 10؟ لا، لانه لو عملت اكثر من 5 الفيسبوك ما راح يحاسبك الا على اول 5 زيارات، من بعدها ما راح يحاسبك عليهم. 5 زيارات لكل اي بي، يعني لكل واحد لازم يفوت على 5 روابط بس، بعدها ما عاد يحاسبك. شفتوا كيف؟ هيك بكون اختصرت الرابط 5 مرات. يعني الرابط مضاعف 5 مرات. يعني الزائر الأجنبي لما يفوت ما راح يستنى 5 دقايق، راح يستنى 5 دقايق، بعدين 5 دقايق، بعدين يعني حوالي 25 5 دقايق، 5 ثواني، يعني حوالي 25 ثانية. بس بدال ما تكسب من الرابط زائر واحد، راح تكسب من رابط واحد تكسب 5 زوار. هلا بعد ما صار عندي الرابط الأخير، بروح بكتب بالفيسبوك مثلا على شي بوست، بكتب داونلود. شوفوا انا كيف كاتبها، داونلود فيسبوك شات هير فروم هير. بكتب الرابط، كتب داونلود هير، وبحط الرابط تبعي. هاي حطيته وانتر، حطيته بالتعليقات. بعد ما بكتب الكابتشا هون، اكس ان تي كي اتش اي. بعد ما كتبت كود الكابتشا وحطيت الرابط تبعي بصفحة فيسبوك اللي هي أكبر صفحة، اللي هي 180 مليون 108 مليون معجب. وأكيد ما راح أكيد راح تلاقي أقل شيء 200 واحد. لو 200 واحد فاتوا على الرابط، لو 200 واحد فاتوا على الرابط يلي هو مضاعف 5 مرات، 200 ضرب 5 بيساوي 1000. يعني أنت لو نشرت رابط واحد باليوم على صفحة فيسبوك وفات على الصفحة 200 شخص، فات على الرابط تبعك 200 شخص، راح تحصل على 1000 زيارة باليوم. 1000 زيارة يعني $5، $5 باليوم. $5 ضرب 30، $150. وألف مبروك عليك، وإن شاء الله تجمع نفس هالرقم وأكبر منه، وإن شاء الله أكون فتك بشيء. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.